وباش نحضروا الكمونيه نحتاج الى لي زابا، مقدار من لي زابا، ولا تحبي ديريها بالكبده وحدها ديريها بالكبده. تقصيها هكا صغير هكا. ونحتاج ايضا حبه طماطم مقطعه ثاني مربعات. نحتاج من 3 الى 4 سنينات ثوم. نحتاج شويه معدنوس او قزبر. ونحتاج طبعا الكمونيه، اسمها الكمونيه لان فيها بزاف كمون. وبيان سور في الكل، ولا ما ننساو الملح. نروحوا لطريقه التحضير. كي تسخن الزيت عندنا وهنا كما كنتم تشوفوا بعد ما خرجت العصيره تاعها كامل وبدات ندخلها الطياب ولا كما قلنا طابت خلاص. هنا راح نزيدو طوماطيس تاعنا ونملحوها، نزيدو لها الملح وبيان سور راح نرابيو فوقها سنينات الثوم اللي عندنا. وهنا نغطيوها بكش حاجه، نخليو الطماطيس تاعنا تطلق مليح لاصوص تاعها ولا لو جو تاعها. دوك البنات بعد ما طابت الكمونيه تاعنا كما كتشوفي هنا نديروها، نحاولوا نديروها ناشفه، يعني ما نخليوش فيها صوص ما، نديروها ناشفه. نكونوا قلينا البطاطا نديروها رقيقه هكا، ونحاولوا نستفوها في البلاط تاعنا. كما راكم تشوفوا انا استفت البطاطا كامل في المول تاعي بعد ما دهنته بالزبده. هنا راح ناخذ لاباراي تاعي اللي هي عباره عن 3 بيض مع شويه ملح وقرصه في الكحل وشويه معدنوس، وراح ندير فيها الفرماج. فوالا بعد ما نكونوا ضربنا. فوالا دوك حناخذ الحشوه تاعي ونبدا بعد ما نستفها مليح نكرر نفس العمليه. البطاطا اللي بقات لي راح نستفها من فوق ونعاودو نرجعو ان شاء الله.
بعد ما استفنا الحشو تاعنا ناخذ شويه مارس تاع فرماج نديرهم. انا عندي هنايا فرماج فوندو، يعني درنا في لاباري تاعنا ولكن معليش نزيدو شويه حسب الرغبه يعني اللي تحب. فوالا نبداو نستفو البيضات تاعنا من الفوق. فوالا هاي استفنا البيضات تاعنا كيما قلت لكم. دوك حناخدو لابارات تاعنا ولا البيض بالفرماج وراح نفرغوه كامل على هاكا. كيما كتشوفي هنا ما تخافيش، يعني كامل الاخر راح يتشرب وراح تدخل فيه كامل لاباراي وراح نرجعو فيما بعد ان شاء الله. فوالا البنات، هاي ليك بطاطا كوشه تاعنا المحشيه بلي زابا. فوالا تجي هايله هايله البنه ما نقولكمش، بلا خفيف مليح. انا درتو على شكل قلب. المول تاعي نسيت ما حكيتش عليه، هو المول هذاك اللي دخل يدك من تحت يعني يطلع مليحه، عجبتني بزاف، حبيت نشاركها معكم. هي خفيفه لذيذه، تصلح رمضان، تصلح موسم الصيف يعني. نتمنى تعجبكم، ديروا لي لايك اذا عجبتكم، جربوها وردوا لي بالخبر. نحبكم بزاف، سلام.